حتى الضغط والسكر ما كانش عنده، كانت صحته كويسة وتعبه كان تعب عادي بحكم السن مش أكتر. خرج من المستشفى بعد فترة تعب طويلة وما كملش شهر ورجع تاني، وبعد ظهوره مع عيلة حوارات واحتفالهم برجوعه للأسف فارق الحياة الحاج جابر، كبير عيلة حوارات وراحة الروح الحلوة للعيلة والقلب الطيب والعقل الحكيم. محمد لحق ينزل ويشبع من أبوه ويودعه، لكن حمدي ما شافهوش من سنين. فيا ترى هل ممكن ينزل من تركيا ويلقي نظرة الأخيرة على أبوه؟ كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الحاج جابر. وقبل ما نبدأ الفيديو ادعوا له بالرحمة. كان محبوب من الكل ورغم اختلاف البعض مع أولاده بسبب الخلافات اللي حصلت بينهم مؤخرا، ولكن الكل أجمع على حبه واحترامه للحاج جابر. وسبحان الله، وزي ما بيتقال من القلب للقلب رسول، وزي ما كانت الناس بتحبه هو كمان كان لسانه كلامه حلو وكله طاقة إيجابية ونصايح، والقرآن دايما في كلامه بيستشهد بيه. الحاج جابر أثر في كل الناس بعد رحيله ورغم اختفائه الفترة الأخيرة، لكن كان الحاضر الغائب وسط عياله وحسه في الدنيا. الكل حزين على الحاج جابر وكأنهم فقدوا أب لهم، مش مجرد حد مشهور بيقدم محتوى. وبمجرد ما أعلنوا إنه فارق الحياة الكل بيسأل هل حمدي هينزل من تركيا يودعه؟ محدش كان عامل حساب يوم زي ده، ولا كانوا متوقعين إن ممكن في لحظة ما يكونش الحاج جابر وسطهم، ولكن سبحان الله نصيبه كده. محمد وآلاء نزلوا من الإمارات بمجرد ما عرفوا بتعب الحاج جابر، ووقت ما كان الكل بيطمن الجمهور على الحاج جابر، الوحيد اللي قال إن الحاج جابر دخل العناية كان حمدي، وهو برضو الوحيد اللي حدد ميعاد توديع الحاج جابر لمثواه الأخير وقال بعد الفجر. والكل متوقع إن ده هيكون ميعاد وصول حمدي لمصر لحضور الجنازة. حمدي قطع علاقته بكل العيلة ما عدا حسن ونهال ويحيى، وعامل بلوكات حتى الأولاد أم زياد وسحر وآلاء ومحمد ومحمود إخواته. فيا ترى هل ممكن رحيل الحاج جابر يكون سبب في عودة علاقتهم كويس من جديد وينسوا كل الخلافات دي ويفتحوا صفحة جديدة، وزي ما حصل الصلح بين محمد وحسن وقت تعب أبوهم يحصل بين حمدي وإخواته بعد رحيل الحاج جابر؟ للأسف راح الحاج جابر قبل ما يشوف شمل العيلة ملموم من جديد. الحاج جابر تعب من فترة وانتقل للمستشفى واختفى تماما عن الظهور لحد ما أولاده أعلنوا إنه تعبان وطلبوا الدعاء له بالشفاء. ومرت فترة طويلة وكانوا بيروحوا يزوروه، لدرجة إن نيرة احتفلت بعيد ميلادها معاه وهو تعبان لأنها روحها فيه بجد. ده كان أول ظهور للحاج جابر، شكله كان باين عليه تعبان وخاسس خالص، لكنه كان بيحاول يبان قوي ووجه كلمة ونصيحة للجمهور إنهم يحافظوا على صحتهم لأن مفيش حاجة مستاهلة. اتقال إنه بيعاني من تعب خطير وبيغسل، ولكن محمود ظهر بيكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للحاج جابر وقال ده بحكم السن الحاج ما عندهوش لا ضغط ولا سكر، حتى هو أكيل درجة أولى، وأول ما تعب جاله ألم في المعدة وكل حاجة ياكلها بقى يرجعها تاني، وعشان كده خدوه على المستشفى عشان يتعلق له محاليل تعوض كل اللي بيفقده، والحالة بسيطة ومش خطيرة زي ما اتقال. كمان هو من حوالي سنة ونص عمل عملية في رجله وده برضه أثر عليه، فالدكاترة بيتابعوها وحاطينه تحت الملاحظة. الحاج جابر الله يرحمه كان فاجئ متابعينه بأن خرج من المستشفى ووشه نور وحالق دقنه وحالته اتحسنت بكتير، وقدر يتكلم رغم كلامه كان بصعوبة بس أحسن من الأول. عملوا إطعام فرحة خروجه وجابوا هدايا وسبايك ذهب وقعدوا يهتفوا ليه ومش عايزينه يتكلم عشان ما يتعبش، والعيلة كلها اتجمعت ما عدا حمدي. الحاج جابر وقتها كان زعلان وواخد على خاطره من الناس اللي نشرت خبر رحيله وهو لسه عايش، وقال اتقوا ربنا وبلاش نشر أخبار كاذبة، ربنا يحاسبنا على كل كلمة. وقال كمان إن كل أولاده وقفوا جنبه وشكرهم واحد واحد، بس ما جابش سيرة حمدي وفاء. وفجأة الحاج جابر في الفيديو بص للكاميرا وراح قعد يردد كلام غامض وكانه بيقول لحد معين انت في غفلة، فوق ومفيش حاجة هتدفعك وبلاش كذب ونفاق. لكن للأسف كأنه خرج من المستشفى يودع الجمهور ويودع عيلته عشان يدخل المستشفى تاني ويخرج منها مقابل وجه كريم. ربنا يرحم الحاج جابر ويصبر عيلته ويكون رحل وهو راضي عن كل العيلة، وترجع العيلة يتلم شملها من جديد. ادعوا له بالرحمة.